الجنس مقابل نقط. مع الاسف البنات مؤخرا ولات هاد الظاهره منتشره عندهم، ما كيعولوش على ريوسهم، يعطيوها اللعب والدوران ويعولوا على الاجساد ديالهم باش يجيبوا نقط عاليه نسبيا. القضيه ديالنا اليوم قضيه كضر في القلب، قضيه ماشي سهله. داكشي علاش وجدوا شي حاجه ما تشربوها، وكالعاده ما تنساوش الاعجاب والاشتراك، ونبداو على بركه الله. مرحبا بكم في قضيه الجنس مقابل نقط. كتبدا الاحداث ديال القضيه ديالنا فواحد البنت اللي سميتها سلمى. سلمى كانت عايشه بخير وعلى خير، قرات في المدينه ديالها جميع المراحل الدراسيه بمعنى الابتدائي الثانوي والاعدادي، ولكن مع الاسف المدينه ديالها ما كانتش فيها الجامعه، يعني اضطرت انها تمشي والوالدين ديالها يكريو ليها في مدينه اخرى باش تلتحق بالجامعه. سلمى القرايه ديالها كانت على قد الحال، ما كانش من داك النوع ديال البنات اللي كيجيبوا نقاط خياليه ولا نابغه، غادا بخير وعلى خير كتسلك كل عام بعام، داكشي عندها على قد الحال، ولكن مزطه راسها وكتنجح العام بعام. كل شيء مشى مزيان. الوالدين ديالها وافقوا على اساس انها تمشي تقرا في الجامعه، وتحولوها مشاو كراو ليها، قادوا لها البيته ديالها، شراو لها داكشي اللي غيخصها، وامنوها على راسها وقالوا لها بنتي تهلاي في راسك وتهلاي في قرايتك. وفعلا داكشي اللي كان. سلمى بدات السنه الدراسيه ديالها بخير وعلى خير وفرحانه وعجبها الحال، عجبها الاستقلاليه، واخيرا ولات عايشه بوحدها، واخيرا غادي تعتمد على راسها. ولكن سلمى مع مرور الايام غادي تتلاقى مع واحد الدري اللي كان هو بدورو ماشي من ديك المدينه، ولكن غير جابته الخدمه لتماك. هاد الدري كان ولد احد الدواوير المجاوره لديك المدينه، كان كيفلح مع باه، كي عندهم الكسيبه الى اخره. والشيء اللي غادي يخليه يكبر المشروع ديال الكسيبه ديال الوالد ديالو، ويدير واحد الفاركونات كبيره فين ولا كيهز الكسيبه من داك الدوار، كيديهم يدورهم على الجزاره وعلى البلايص اللي كيتباع فيهم الحيوانات، باش على اساس يتم الذبح ديالهم عفوا. وفعلا داكشي اللي كان. السيد ازدهرت له التجاره ديالو، وغادي يقرر انه يشري واحد الدويره في ديك المدينه اللي كانت عايشه فيها سلمى. شرى دويره وبدا فوق ما كتجيبو الخدمه لديك المدينه كيجلس يدوز وقيته على ما كيسالي التجاره ديالو، ويرجع بحالاتو عاوتاني للاصل اللي هو الدوار ديالهم، في كاينه الكوريات الكبار وفي كاين البهايم الى اخره. هاد جوج ربي غادي يلاقيهم، والصدفه غادي تلاقيهم، تلاقاو تفاهموا تبادلوا النظرات والاعجاب، وبداو كل نهار كيتلاقاو، بحكم ان هاد السيد اللي كانت سميتو عبد المولى كان هضر مع سلمى وجا وقال لها نتلاقاو ونخرجوا الى اخره. والدري كان هو دري زوين مسرار كيف ما كنقولوا. بصح سلمى عجبها الدري، بدات كتتوافق معاه، بداو كيتوافقوا بجوج، خرجوا دوزوا واحد الوقيته مع بعضياتهم. وهنايا فين عبد المولى غادي يقترح على سلمى انه باغيها على سنة الله ورسوله، ما باغيش كثرة الدوران، ما عندوش مع داك الشيء. الدري معقول، باغي يدخل للدار من بابها كيف ما كنقولوا. فعلا سلمى عجبتها الفكره. الدري عنده مقتدر ماديا، عنده الماده مهلي فيها، وخصوصا انهم فوق ما كانوا كيخرجوا ما كتحطش سلمى يديها في جيبها، ومهلي فيها كذلك في الوقيته القرايه كيجيب لها الماكله، كيجيب لها كاع داكشي اللي كتحل فمها. فقالت ما غاديش نلقى حسن من عند ابي المولى، ربما هذا هو الحاجه اللي مكتب لي ربي وغنعيش معاه ماديا مخير. ولكن سلمى كانت من صغرها كتقول بانها ما باغاش تاخذ راجل ما قاريش الى اخره، ولكن ربي جاب هذا عبد المولى بالرغم من انه ما قاري ما والو. ولكن السيد كانوا فيه ربما مواصفات اخرى اللي سلمى عجبتها في الراجل. فعلا غادي تمشي تقترح على الام ديالها وقالت لها هذا الموضوع، قالت لها شوفي ماما ها شنو كاين وشنو كاين، راه كاين واحد السيد اللي باغيني على سنه الله ورسوله، راه تا هو ساكن في المدينه فين كنقرا، وما غاديش يعارض نهائيا الموضوع د قرايتي، وغادي يسهل عليا الحياه وبزاف من الهضره. ما تقول لها شوف بنتي شاطي نقول لك انت يا قرايتك على قد الحال، زعما ماشي شي كتجيبي شي نقاط اللي نقول غادي تمشي بعيد الى اخره. اللهم تزوجي وتستري في دار راجلك، حسن انت ما جالسه بوحدك في مدينه. انت عارفين التفكير ديال الامهات، حسن ما تجلسي بوحدك في مدينه وما تعرفي الدنيا والزمان هذا، خصوصا ان البنت كانت عندها فقط 22 سنه. فعلا بموافقه الوالدين بجوج، لا ديال سلمى ولا ديال عبد المولى، غادي يتزوجوا هاد الثنائي. تزوجوا داروا العريس ديالهم. عبد المولى تهلا في سلمى من جميع النواحي، وفجات عاودت تفرشت الدار اللي عنده تما في ديك المدينه على طوقها، وكل شيء غادي بخير. عبد المولى وعد سلمى قال لها انا من المستحيل انني نتعرض لك في الدراسه ديالك ولا شي نهار منك، خصوصا انه شاف الزوجه ديالو عندها رغبه كبيره في القرايه
والسيده باغا تاخذ دبلومات ديالها، يعني ما كاين لا شي يمنع فعلا. ولا كل نهار كيوصلها للجامعه ومن بعد كيمشي يديها في خدمته. ملي كيبغي يرجع للعروبيه عند الوالدين، هي ما كانتش كتحمل داك الجو العروبيه، وكانت كتقول له التراب الى اخره والريحه ديال الحيوانات وهذا وريحه الكسيبه كتجيني حكا مجهده. مهم كانت نادرا في كتمشي معاه لعند دار الوالدين وعند فين كاين الكوريات والخدمه ديالو. كاع ديك الوقيتات اللي كان كيمشي فيهم العروبيه، هي البنت كتكون كيخليها في دارها في ديك المدينه، كتقرا قرايتها على خير وبخير وكل شيء غادي مزيان. حتى لواحد النهار فين عبد المولى غادي يجي عند سلمى وغادي يقول لها شوفي انا راني غادي نمشي عندي شي خدمه ضروري دابا باش الوقيته باش كنجمعوا الكسيبه وباش كنقادو باش قربت الوقيته ديال العيد الكبير باش كيهبطوا داكشي كيفرقوه. وقال لها راه انا غادي نتعطل وانت الا كانت عندك شي هكا شي فرصه انك تجي معايا، الا كانت القرايه عندك منفسه يلاه معايا. هنايا سلمى غادي تقول له لا انا راني عندي الامتحانات وهذا وهذا، ما كتقدرش بطبيعه الحال تقول له ما كتعجبنيش العروبيه، كتدريب ليه كيف ما كنقول. قال لها واخا بقاي في الدار وكلشي دابا راه عندك، خلى لها الفلوس خلى لها التقديه. وقال لها شوفي انا تا الطوموبيل نخليها، ماشي حيت سلمى كتسوق ولكن قال لها ينفي ما يبقى غادي بها وجاي بها الطوموبيل الكبيره فين كيجيبوا الكسيبه، راه ان شاء الله ملي غادي نجمعوا داك الشيء تماك راه كاين الكاميونات اللي عندهم تماك غادي نجيبوا بهم الكسيبه وقال لها ما كاين لاش غنبقى متقل بهاد الطوموبيل اللي عندي في الدار، صافي الله يجعل البركه. مشى بحالاتو قضى الغرضات ديالو تلهى في الخدمه. وكان من النادر انه كان كيهضر مع مرته، علاش حيت مرته حتى هي عندها امتحانات وهو كذلك مشغول من الصباح ديال ربي كيكونوا مشغولين حتى العشيه كيطيح دوده. فصافي كان قليل مره هكا في السيمانه كيبقى يطلع بعيد على داك الدوار بحكم ان ما كانش عندهم الريزو، كيعيط ليها يطمن على اخبارها والسلام عليكم. واحد النهار خدم الخدمه ديالو سهله، مشى دواش وضربها بنعسه حتى كتعيط له الام ديالو اجا راه رجال الدرك الملكي جاو عندنا بغاوك نتايا بالسميه والكنيه. فعلا رجال الدرك الملكي جاو عنده قالوا له حنايا جاتنا من المدينه الفلانيه واحد الاخباريه على اساس اننا نعلموك بحكم انه كاين في داك الدوار ما كاينش اللي يعلموا، فرجال الدرك هما اللي تكلفوا. قالوا له خصك تمشي المدينه ديالك راه طاريه شي حاجه تماك. بقات يقول لهم شنو كاين، قولوا لي شنو كاين، شنو طاري، واش مرتي طرات لها شي حاجه بحكم غير المراه ديالو اللي كاينه في ديك المدينه عنده. غادي يقولوا له ما نقدروا نقولوا لك حتى شي حاجه، طلع للمدينه وسير لمركز الشرطه الفلاني وراه هما اللي غادي يبلغوك بشنو كاين. فعلا عبد المولى طلع وهو مخلوع، شنو كاين؟ انا الوحيده اللي خليتها هي مرتي، فالسيد غادي يتشوش. طلع كيجري مشى عند مركز الشرطه اللي قالوا له الدرك الملكي، وهنايا بمجرد ما غادي يجلس بقات يقول لهم شنو كاين شنو كاين. بداو كيقولوا له اش كتجيك فلانه الفلانيه واللي هي سلمى مرتو. قال لهم هذيك الزوجه ديالي وانا دابا مزوج بها على سنه الله ورسوله لمده ديال واحد العام ونص. فغادي يقولوا له البركه في راسك، رحنا لقينا الزوجه ديالك مرميه ومقتوله مديره في واحد البليزه كبيره ومرميه حدا احد البركاسات. راه واحد السيد هو اللي اكتشف الجثه وجاو بلغنا، وحنا راه درنا المطابقه ديال البصمات وعرفنا الضحيه شكون هي، عاد عيطنا لك ما بغيناش نعيطوا للوالدين ديالها، فقررنا اننا بما ان السيده متزوجه نعيطوا على الزوج. السيد هنا النهار بدا كيبكي بدا كيغوت، بدا يقول لهم مرتي مازال صغيره وانا مازال ما فرحتش بهذا الزواج، يلا عام ونص. مهم الناس ديال الشرطه تاثروا بزاف، السيد كان كيبكي ولكن واخا غادي مباشره من بعد ما خلاوه تهدن الى اخره غادي يبداو يوجعوا له اصابع الاتهام. نتوما عارفين اي زوجه توفات كيكون المتهم الاول والمتهم الرئيسي في نظر رجال الشرطه هو الزوج، وكذلك العكس الزوج عفوا لا توفى كتكون المتهم الرئيسي هي الزوجه بحكم ان هاد الجوج كيكونوا متقاربين. غادي يبداو يقولوا له الليله فين ربما المراه ديالك بشكل تقديري من بعد ما بطبيعه الحال دار لها التشريح تبين بان الزوجه ديالك هذه المده ديال 24 ساعه باش هي متوفاه ومقتوله. هاد النهار فين ربما كنتي، وهاد السيمانه انت اصلا لاش كنتي وشنو مشيتي دير ومخلي مرتك بوحدها. فهنا يعاود لهم مولا غادي يعاود لهم التفاصيل كامله. قال لهم راني ها الخدمه ديالي كي دايره، وانا الخدمه ديالي كلها كاينه عندي برا في العروبيه تماك عندي الكواره وكنجيب الكسيبه وكنفرقها هنا على المدينه على الجزاره. وانتم عارفين دابا بالدخول ديال العيد الكبير ولا العيد الاضحى كنمشي نجمع الكسيبه كامله اللي عندي تماك، بل وانني كنشري بزاف ديال الكسيبه من عند كسابين واحد اخرين وكنجي نبيع هنايا. وهذا الشيء اللي كنت علم به مرتي، قلت لها انني هاد الوقيته من العام كنكون مشغول يلاه معايا العروبيه. وهنا فاش ما وافقتش الزوجه ديالي وقالت له لا عندي القرايه بحكم ان الزوجه كتقرا في احد الجامعات اللي كاينين في دوك المدينه.
مهم عاود ليهم التفاصيل اللي عاودت لكم من قبل كامله من الاول حتى للاخر. رجال الشرطه غادي يقولوا له يلا هدينا البيت الزوجي فين انت مستقر مع هاد السيد، فعلا غادي يديهم. وبمجرد ما كيحاول يحل الباب، الساروت من الجهه الاخرى من داخل الباب كاين الساروت، فاوتوماتيكمون الساروت ملي كيكون من الجهه الدخلانيه واخا الساروت من الجهه برا كتبغي تدور وما كيبغيش. حاولوا هنايا رجال الشرطه غادي من بعد ما خداو الاذن من عند الزوج انهم اقتحموا المكان وهرسوا داك الباب. فعلا من مورا ما دخلوا للدار ديال عبد المولى وسلمى كيلقاو الدنيا مرونه. وشكون هو البلاصه اللي مرونه بزاف؟ هو البيت ديال النعاس، وفيه بزاف ديال الدم في الحيط، الدم في الناموسيه، الدم في الارض. وهنايا رجال الشرطه غادي يحبسوا كلشي وغادي يقولوا لهم حتى حد ما يدخل، هذا راه يعتبر مسرح جريمه وربما هذه هي البلاصه فين تقتلت الضحيه سلمى. عيطوا على رجال الشرطه العلميه، خداو البصمات، هزوا اي حاجه عندها علاقه ربما تكون شي دليل، وغيمشي يتحلل داكشي. وفعلا ما غادي يلقاو حتى شي حاجه، لقاو غير الدم ديال سلمى. من غير هاد الدم ديال سلمى ما كاين حتى شي حاجه اخرى. الشرطه هنا ضاغط، وخصوصا ديك الحركه ديال انهم ملي بغاو يحلوا الباب الساروت كان من الداخل. يعني السيده كانت جالسه في دارها مدوي عليها ساروتها، والسيد اللي دخل ولا السيد ولا السيده ما عرفناش الهويه ديالو اللي دخل ودار في هذه الحاله، راه ربما كانت سلمى كتثق فيه ومدخلها لدارها وكلشي مزيان. رجال الشرطه هنايا بداو كيدوخوا، ما بقاوش لاقيين راس الخيط. الزوج كيبان بانه منهار، ما عنده حتى شي علاقه، وعنده واحد الحجه ديال الغياب قويه بزاف. هنايا فين غادي يمشيو يتجهوا ياخذوا واحد البيست اخرى. شنو هي هاد البيست؟ غادي يمشيو لافاك ولا الجامعه فين كانت كتقرا سلمى. مشاو كيسولوا الاغلبيه ديال البنات كيقولوا بان كانت كتقرا معنا والله يعمرها دار. ورجال الامن الوطني غادي يلاحظوا ان واحد المجموعه من البنات كانوا كيتفاداو يهضروا على سلمى وما كيبغيوش وما عجبهمش الحال. ولكن واحده من البنات كانت جريئه وكانت صريحه وتقول لهم انا ديك البنت ما عنديش معها. رجال الشرطه يقولوا لها علاش؟ غتقول لهم ديك البنت كتاخذ لينا المجهود اللي حنا كنضربوا عليه تماره، هي كتجي تاخذوا بارد. علاش؟ شنو كاين؟ قالت لهم بانها على علاقه مع الاستاذ المحاضر ديال احد المواد اللي كانت كتقرا عندهم سلمى، وانها هذه العلاقه هي اللي كتخولها انه يبقى يعطيها الامتحانات واش ديال الماده ديالو ولا ديال المواد الاخرين. رجال الشرطه هنا يتصدموا، طاحوا على واحد البيست اللي ربما ما كانوش رد لها البال نهائيا. من بعد ما رصاو معها خداو الاقوال ديالها، هنايا غادي يمشيو ويتم الاستدعاء ديال داك الاستاذ. السلام عليكم، واش كتعرف سلمى الفلانيه؟ قال لهم اييه، هذه تلميذه ديالي كتقرا عندي وهذا. وهنايا فين غادي يقولوا له فين كنتي الليله الفلانيه؟ قال لهم انا راني كنت مدوز العطله في احد الفنادق ديال مدينه اكادير، وماشي بوحدي، راني كنت بالرفقه ديال العائله ديالي. ولما تيقتونيش راه تقدروا تمشيو تما تاخذوا الكاميرات الى اخره. وكذلك غادي يعطيهم حجه ديال الغياب اللي كانت قويه انطلاقا من داك لي روسو ديال الخلاص ديال لوطيل. ولكن غادي رجال الشرطه غادي يوجهوا الاتهام بانه التلاميذ شنو كيقولوا عليك. هنايا من بعد ما رجال الشرطه قالوا له شوف راه البنت ميته والقضيه كبيره، غادي يقول لهم انا ما عندي ما نخبي عليكم. هذيك البنت فعلا كانت كتجي عندي وكنمارس معها علاقه، ولكن بمقابل مادي وماشي بمقابل النقاط نهائيا، وان ديك الهضره ديال الدراري مجرد هضره وخلاص. رجال الشرطه من بعد ما خداو الاقوال ديالو غادي يرخيو في حالاته. دابا هنايا ولات بيست اخرى. السيده ربما كانت كتخون الزوج ديالها، وربما الزوج ديالها عنده علم بهذه الخيانه ويقدر يكون انتقم منها. رجال الشرطه غادي يمشيو للدوار فين كاين الزوج عبد المولى، وهنايا بغاو يقلبوا المنزل ديالو. المنزل ديال الدار ديال عبد المولى كانت واحد الدار كبيره، الدار ديال فين عايشه العائله كبيره، حداها الكواره فين دايرين ديك الكتيبه ديالهم. وكاينه واحد الدار عاوتاني اخرى كبيره دايرينها غير للضياف. نتوما عارفين العائلات في الباديه هكا كيتهلاو في الضيف الى اخره، لدرجه انهم كيديروا واحد البلايصه مخصصه وكتكون عباره على واحد الصالون كبير مخصص يكون مفرش مقاد باش من يجي الضيف القدنيه متوله. والجهه ديال فين كتكون عايشه العائله راه هي فين كتكون عايشه العائله، وبطبيعه الحال ما كنعممش. كاين الناس اللي كيكونوا عندهم دويره وحده واللي عايشين فيها، والناس اللي كيكونوا شويه عندهم الجانب المادي مزيان كيديروا هذه القضيه اللي عاودت لكم عليها. من بعد ما قلبوا الدار فين كتسكن العائله غادي يسول احد المحققين الام فين كينعس ولدك عبد المولى. غادي تقول له ولدي عبد المولى كينعس في البيت ولا في الدار ديال الضياف. واخا قولي لينا الليله الفلانيه ولدك فين كان؟ قالت لهم ولدي ضل خدام النهار كامل مع الكسيبه والارض الروينه، جا عندي قال لي شوفي يا امي عطيني شي كينه نشربها راسي غادي يطرطق، وعطيني شي حاجه ناكلها دغيا
وغادي نمشي للبيت ولا الدار ديال ضياف الناس، غادي نسد عليهم وما تخلي حتى شي حد يجي عندي، ولا جاو عندي ولاد خويا دقوا عليا راني غادي نضربهم، انا وصيتك. فعلا قالت لهم، عطيته واحد الزلافه ديال الحريره، تعشى، عطيته واحد الكينه شربها ومشى نعس ما تحركش نهائيا. وفعلا قالت لهم كان نعس حيت حنايا سهرنا وبقينا حتى شي 12 الليل باش الناس خرج نهائيا. وخو مشى دق عليه مع ديك الوقيته ديال الفجر باش يفيقوا، لدرجه انه بقى كيدق عاد باش فقاق. يعني السيد كان في سابع نومه. وخارج الشرطه غادي يقولوا له حنا بغينا ندخل نقلبوا هاد الدار ديال الضياف، ما كانش عندك مشكل؟ قالت لهم اييه مرحبا سيدي، ما عندنا ما نخبيو. رجال الشرطه بداو كيدخلوا كيقلبوا تحت السدادات تحت الوساعد، وهنايا غادي يلقاو واحد السروال اللي كان عامر بالدم. هاد السروال ملي كيسولوا الام ديال من كتقول لهم هذا ديال عبد المولى. رجال الشرطه غادي يتسناو عبد المولى حتى غادي يجي. هنا ملي شافهم ملي شاف رجال الشرطه عندهم في الدار وشافهم هازين السروال اللي عامر بالدم، السيد الوان تبدلوا له في وجهه. غادي يقولوا له هاد السروال ديال من؟ قال لهم ديالي. هاد الدم اللي فيه ديال من؟ قال لهم راني ديال واحد الحولي من الكسيبه، راه كنتشرح وانا قررت انني نذبحو وذبحته باش نحلو. واخا قالوا له شوف حنايا غادي نمشيو نحلو هاد الدم ولا تبين هاد الدم ديال الزوجه ديالك سلمى، راه العقوبه ديالك غادي تولي مضاعفه. من الاحسن انك غادي تقول لنا شنو كاين بلا لف ولا دوران، وهذا الشيء غادي يضمن لك واحد الحقوق ديال التخفيف. السيد ما لقى ما يدير، سكت واحد المده، وهنايا غادي يبدا الاعتراف ديالو. قال لهم انا الزوجه ديالي خديتها على سنه الله ورسوله، ما بغيت نتفلى معاها، ما بغيت ندوز بها وقت، عرفتها لمده شهر بالتمام والكمال، وعرضت عليها الزواج وقديت لها الدار، وكانت كتطلب الحاجه كنت كنجيب لها 2 حوايج. واحد النهار بحكم انني كل نهار كنوصلها لافاك وصلتها تنسناها كتدخل عاد كنتحرك بحالاتي. واحد البنت جات دقات عليا في الساج ديال الطوموبيل، هبط الساج وانا تقول لها فاك اخويا انا بغيت ندير فيك واحد الخير وبغيت نقول لك واحد الهضره. قال لها مرحبا قولي لي. قالت له واخا نقدو نبعدو قدام باب لافاك ونقول لك. داكشي اللي درت، بعدت من قدام باب لافاك، وهنايا البنت غادي تقول لي بان الزوجه ديالك راها على علاقه باحد المدرسين في ديك لافاك، وكدير معاه كاع علاقات جنسيه، ربما هادشي كله مقابل نقط، وان البنات ديال لافاك والولاد لافاك كلهم عارفين دوك النقاط الخياليه اللي كتجيب ماشي بدرعها فقط. السيد كيعطيها الامتحانات ديال الماده ديالو، الامتحانات ديال المواد ديال الدكاتره الاخرين. الراجل ما لقى ما يدير. ماشي من السهل يجي شي حد يقول راجل راه مرتك كدير وكدير، ما يتقبلهاش بطبيعه الحال. ولكن عبد المولى غادي يسكت وغادي يسمر ويشوف واش هاد الهضره بصح هضره ديال المعقول ولا غير هضره ديال غيرة البنات. ولا فوق ما كيوصل لمرته كيتسناها وكيسمر عليها. فعلا كدوز المده ديال المده في كتسالي فيها الحصص ديالها، وكتخرج وكتشد الطاكسي. منين كيتبع الطاكسي داك الطاكسي كيوقف حدا احد العمارات اللي كاينين في مناطق راقيه. الزوجه ديالو سلمى كتطلع لاحد الشقق، من بعد ما كيمشي يتاكد من لاسونسور كيعرف تبقى بالتمام فين طلعت. وهنايا فين كيسول احد الناس اللي كيكونوا مقبلين ديك العماره، غادي يقول له بان ديك الشقه ديال واحد الاستاذ كيقري في لافاك الى اخره. وهنايا كيعرف مرتو بانها فعلا كتغدروا. قال رجال الشرطه بانه صافي من بعد ما تاكد ما دارتها ما مره ما جوج بزاف ديال المرات واكد عليها الامر، قرر انه يصفيها لها، حيت من المستحيل انها تستاهل لا الحب ديالو ولا التضحيه اللي قال لهم من بعد ما درت التمثيليه ديال انني خصني نمشي ندير الخدمه وهذا، ومن بعد ما درت التمثيليه ديال انني راسي دارني وقلت المهم ما تحلوش عليا، تسلت ومشيت طلعت لقيتها ناعسه، وهي عرفتني بانني اللي دخلت. قالت لي واش فلان؟ قلت لها ايه، وكملت ناس بحال ما كاين والو. ومشيت خديت واحد السكين من الكوزينه وبقيت كنطعنها حيت الجثه كانوا فيها بزاف ديال الطعنات حتى برد داك الغليل ديالي. من بعد شديتها ولويتها في واحد الباش ومشيت لحتها في احد البركاتات، حيت بالنسبه لي هي ماشي انسانه، هي زبل على داكشي اللي كانت كدير مورا داري. وهنايا كتكون تحلات اللغز ديال احد الجرائم اللي كانوا مشبكين بزاف. مع الاسف عبد المولى ما صبرش، كون صبر ومشى مثلا اقتحم المكان بالمعيه ديال رجال الامن الوطني، كان غادي ياخذ الحق ديالو، خصوصا ان الزوجه خيانه زوجيه وفي وضعيه تلبس، كانت عاد ضرب واحد المده سجنيه محترمه، وكان غادي يخرج مهني مع ما تكون عنده لا تبعيه قانونيه لا والو. ولكن مع الاسف الغضب طغى عليه بزاف لدرجه انه ارتكب جريمه مع الاسف غادي ياخذ فيها 20 عام ديال الحبس. بخصوص ديك البنت اللي جات اللي هي قالت له بان مرتك راها على علاقه وكتاخذ تدي الجنس مقابل نقاط، غادي يتم الاستدعاء ديالها من طرف الشرطه. والشرطه بعد ما البنت وضحت لهم بان هادشي ماشي معقول، هما كيضربوا تماره والبنت كتاخذها بارده الى اخره، غادي يخليو السبيل ديالها وما غادي
غاديش يشوفوا كاع ان الوضع ديالها وضع ديال تحريض. بالنسبه لذاك الاستاذ اللي داير هاد الروينه كاملين ما غاديش يتحاسب نهائيا، حيت هو خرج راسو قال لهم انني كنت كندير معها علاقه واخا بانه هو مزوج وهي مزوجه مقابل المال، وقال لهم انني ما كنتش عارفه مزوجه، وتا هو يخرج يعني السيد الزوج ديالها هو الوحيد اللي مشى ب20 عام ديال الحبس. القضيه ديال اليوم غادي تكون سالات، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي في التعليق شنو بان لكم وشنو بان لكم في هذه الظاهره اللي تفشات لا سواء في المغرب ولا خارج المغرب. نتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده او قصه. دمتم سالمين.